بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة ترتيش الكورة. هنتكلم النهاردة عن موهبة شابة. الموهبة دي اتوقع عليها التألق خلال المواسم القادمة، وهو اللاعب عمر رضا عبد المجيد. عمر رضا من مواليد محافظة بورسعيد، بالتحديد في يوم 24 ابريل 2003. ويتألق اللاعب الشاب عمر رضا في مركز خط وسط مهاجم، سواء في الجهة اليمنى أو في الجهة اليسرى. بدأ عمر رضا مشواره الكروي في النادي المصري البورسعيدي من موسم 2009 لغاية موسم 2012، ثم انضم بعد ذلك إلى النادي الأهلي خلال موسم 2012-2013 إلى غاية موسم 2015 و2016. وبعد كده انضم اللاعب إلى نادي الزمالك في موسم 2016 2017 و2019 2018، ثم بعد ذلك انضم إلى نادي إنبي خلال موسم 2018 2019 إلى نهاية موسم 2023، وهو حاليا بيلعب في فريق نادي فاركو. ومن إنجازات اللاعب عمر رضا في قطاع البراعم وقطاع الناشئين، حصل مع النادي المصري البورسعيدي على بطولتين في مرحلة البراعم، وحصل مع النادي الأهلي على 3 بطولات فرع القاهرة، وحصل مع نادي الزمالك على بطولة منطقة الجيزة، وحصل على أفضل مهاجم خط وسط من اتحاد كرة القدم فرع الجيزة. ومع فريق إنبي حصل على بطولتين على مستوى الجمهورية، ثم انضم إلى منتخب مصر للشباب وشارك في بطولتين كأس العرب للشباب التي أقيمت في مصر، ثم كأس العرب للشباب التي أقيمت في تونس. وأشاد به العديد من المدربين اللي اتمرن تحت ايديهم، وده بسبب موهبته الكبيرة في المراوغة وإحراز الكثير من الأهداف الرائعة وصناعة الكثير من الأهداف أيضا. تعالوا مع بعض نتفرج على بعض من أهداف اللاعب الشاب عمر رضا.